انا عارف انت قد ايه موجوعه بعد الفراق، بس انا عايز اطمنك، انت فقدتي الطريق وليس الوجهه. يعني ايه الكلام ده؟ تخيلي معايا كده، انت واقفه مستنيه الاتوبيس عشان تروحي مكان حلو قوي انت عارفه انك هتتبسطي فيه، فلما شفتي الاتوبيس كده جاي من بعيد فرحتي وتحمستي، بس لما الاتوبيس ده قرب وكنت خلاص هتركبيه اكتشفتي انه مش رايح الوجهه الديستنيشن اللي انت كنت عايزه تروحيه. ساعتها هتزعلي طبعا، بس الزعل محدود لانك زعلانه ان انت فقدتي الوسيله اللي هو الاتوبيس ده اللي انت كنت متوقعه ان هو هيوصلني للي انا عايزاه، بس انت ما فقدتيش الوجهه نفسها لانه ممكن اي وسيله تانية توصلك. وهل كنت هتبقي مبسوطه بالاتوبيس ده لو ركبتيه فعلا وطلع هيوديكي عكس الاتجاه؟ فالسؤال هنا، هو انت فارق معاكي الوسيله نفسها اللي هي الاتوبيس، ولا فارق معاكي الوجهه اللي انت كنت نفسك تروحيها عشان انت عارفه انك ساعتها هتتبسطي فيها؟ وهو ده بالظبط اللي بيحصل في العلاقات. انت صحيح خرجت من علاقه، بس انت اكتشفت انه العلاقه اللي انت كنت فيها دي ما كانتش هتوصلك للوجهه اللي انت عايزها، ما كانتش هتوصلك لشكل العلاقه اللي انت كنت بتتمناه. وبلاش رخامه بقى ونقول ايه اصل انا عايز اروح الوجهه دي بس بالوسيله دي بالظبط. ما هو حضرتك خلاص الاتنين مش راكبين على بعض. فانت كنت بتحلمي بعلاقه طيبه تكوني مبسوطه فيها ومرتاحه، وكنت متخيله انه الشخص اللي ارتبطت بيه هو اللي هيحقق ده، لكن واقع الامر انه طلع انه الشخص ده كانش هيوصلك للحاجه اللي انت عايزاها، لانه لو كان هيوصلك فعلا والدنيا تمام يبقى العلاقه مكملتش ليه. فكل اللي انا عايز اقوله لك ببساطه، بعد الفراق من حقك تزعلي، وزعلي براحتك، بس ما تزعليش قوي عشان انت ما خسرتيش الحلم نفسه اللي هو العلاقه الطيبه، انت خسرتي الوسيله اللي كنتي تعتقدي انها توصلك للحلم اللي انت عايزاه.